بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. يقول السائل: فضيلة الشيخ، عند الصلاة والإمام يقرأ تأتيني تشويشات وخيالات من تذكر بعض الأشياء والأمور، كيف أتخلص من ذلك أثابكم؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فأوصيك أولا بالدعاء، وثانيا بالأخذ بالأسباب. سل الله عز وجل أن يرزقك الخشوع في صلاتك، وأن يجعل صلاتك تامة غير ناقصة، واجتهد في هذا الدعاء خاصة في مظان الإجابة، وتجعل هذا الأمر همًا، فإن الله إذا أراد أن يسعد عبده جعل الآخرة أكبر همه، وأمر الآخرة يستقيم بالدين، وعمود الدين الصلاة. فإذا اهتممت واغتممت بخشوعك في صلاتك وأصبح يعني لك هذا الأمر شيئا كثيرا، أكثرت من الدعاء. سبحان الله العظيم، يهدم على الرجل منزله، وتتعطل سيارته، وتذهب تجارته، ويخسر ما يخسره من دنياه، فيحمل هما عظيما ربما جلس يتحدث به عمره كله، ويهدم دينه وتنقص صلاته، ولربما صلى الصلاة وما كتب له 10 معشارها من الأجر، ولا يسأل عن ذلك شيئا. ستمضي إلى الله وتقف بين يدي الله وتسأل عن حق الله، ستسأل كيف وقفت بين يديه، وكيف قرأت كتابه، وكيف سبحته. ولذلك من نوقش الحساب عذب. فمن علم الصلاة وما أدراك ما الصلاة، وشعر من قرارة قلبه أنها هي حظه من هذه الدنيا بعد الشهادتين، وأنها موقفه بين يدي ملك الملوك وإله الأولين والآخرين، موقف بين يدي من أحياه وكان ميتا، وأطعمه وكان ولم يزل جائعا، وهداه وكان ولم يزل ضالا، يقف بين يدي ملك الملوك وإله الأولين والآخرين، وقد أنعم عليه بهذا الموقف فدعاه، وكأن لسان الحال تشريف وتكريم، فإذا به يقف بين يدي الله، فيأتيه عدو الله لكي يحول بينه وبين الله، فيأخذ به ذات اليمين وذات الشمال، والله مطلع علينا وناظر إلينا، فلا إله إلا الله. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا. والله إن القلب لا ينكسر والنفس تتألم. هل شعرت أن هذه الصلاة حق لملك الملوك؟ هل شعرت يوم من الأيام أنها رأس المال، وأنها نور القبر، وأنها نور الحشر، وأنها الثبات على الصراط؟ هل شعرت أنها الوسيلة إلى الله، وأنها شافعة لك عند الله؟ والله ثم والله الذي لا إله غيره ولا رب سواه، لم نندم على الدنيا وما فيها، ولكن نندم أننا نخرج من الدنيا وما قدرنا الله حق قدره. بكى الإنسان على ما فاته من حطام لا يسوي شيئا، سينزع منه كيوم ولدته أمه. يبكي على الدنيا وشهواتها وملذاتها ومصائبه في أهله وماله وولده، ولا يبالي بحق الله. وكان السلف الصالح رحمهم الله إذا فاتت الصلاة جلس الرجل منهم يبكي، وربما عزي كما يعزى الرجل الذي فقد شيئا من أهله. من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله. هذا البلاء العظيم أننا لا نشعر. استشعر لمن هذه الصلاة؟ لملك الملوك، وهو أغنى ما يكون عنك،
وأنت أفقر ما تكون إليه. يستحي الإنسان إذا انقضت الصلاة وسلم منها وليس فيها حق لله محفوظ. والله إنها لمصيبة. كان علي زين العابدين إذا توضأ أحمر واصفر وتغير وجهه، فيقال: ما الذي يعتريك عند الوضوء؟ فيقول: ألا تدرون من أناجي؟ من أناجي؟ أناجي ربي وخالقي ورازقي، به أعود وإليه ألتجي. لو أنك تلتجئ إلى شيء حاشا كضرب للمثل لأحسنت ما بينك وبين ذلك الشيء، فكيف وأنت في جميع أمورك وشؤونك لا حول لك ولا قوة إلا بالله، يشرفك ويكرمك. فهذه الصلاة ينعم بها عليك من أجل أن تناديه. ولذلك قام السعداء، قام الخاشعون فأدوا حق الله في خشوعهم، قام الراكعون الساجدون المخبتون، قام الذين عرفوا ربهم، فإذا قالوا الله أكبر هانت عليهم الدنيا وما فيها. جعل الله فاتحة الصلاة الله أكبر لأجل تستشعر أنه ليس هناك شيء أكبر من الله، وإذا كان ليس هناك شيء أكبر من الله لن ينصرف شيء من قلبك ما دمت بين يديه، لأنه أكبر من كل شيء. فإذا استفتح المؤمن الموفق صلاته واستشعر أنه واقف بين يدي ملك الملوك وإله الأولين والآخرين، وأن هذا الكون كله تحت أمره وقهره، تلذذ بآياته وتلذذ بمناجاته، فأناب إليه إنابة المخبتين، وذل بين يديه ذلة الخاشعين، فوقف بين يدي الله خاشعا متخشعا متذللا متبذلا. فنسأل الله بعزته وجلاله أن يرزقنا ذلك. كثرة الدعاء واستشعار لمن تصلي، واستشعار أن هذه الصلاة تفتح عليك أبواب الخير في دينك ودنياك وآخرتك. اعرف قدر الصلاة، واعلم أن هذه الصلاة إذا شفعت لك وقالت لربها، وقالت وهي بين يدي ربها: حفظك الله كما حفظتني، أنك محفوظ. وإذا حفظ العبد فلن يضيع، إذا حفظ العبد فلن يضيع. حفظك الله كما حفظتني. تشفع. إنها الصلاة بكل ما تعنيه هذه العبادة الجليلة العظيمة. ومع هذا التقصير في حق العظيم الجليل الكبير، فإنه سبحانه يتفضل علينا ويكرمنا بأن نقف بين يديه. والله لو أن الإنسان صادق مع نفسه لاعتقد في قرارة قلبه أنه أحقر من أن يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. ضلت عن ربها، منهم من يعبد الشجر والحجر والبقر، وأنت تعبد ملك الملوك. وجعل لك هذه الصلاة 5 صلوات في اليوم والليلة ب50 صلاة، فضائل ونوائل. إلى متى وأنت في الغفلة؟ من الآن تسأل نفسك عن حق الله الذي ضيعته. من الآن تحاسب نفسك في حق الله الذي ستسأل عنه وتحاسب بين يدي الله عنه. أول ما تحاسب عنه من عملك الصلاة، فإن صلحت صلح باقي عملك، وإن ضيعها العبد فهو لما سواها أضيع. الصلاة وما أدراك ما الصلاة. شهد خير الأمة ورسولها بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، الذي فتح عليه بالصلاة والزكاة والصوم والعبادة والقيام والإنابة، فأخبر عليه الصلاة والسلام أن هذه الدنيا كلها جعل الله له قرة عينه فيها في الصلاة، وجعلت قرة عيني في الصلاة. إنها الصلاة التي هي الحبل المتين بينك وبين الله،
ما سميت صلاة إلا لأنها تصلك بالله جل جلالك. الصلاة التي فيها القرآن والتسبيح والتحميد والتكبير والتشهد، شهادة التوحيد، وفيها التوحيد بجميع أنواعه. الصلاة هذه العبادة الجليلة من الآن تحتقر نفسك وتمقتها في جنب الله، وتحاسبها وتسألها ما الذي قمته من حق هذه العبادة. أولا تحرص إذا استطعت أن لا يؤذن لها إلا وأنت في المسجد فافعل، فإذا وفقت لأن لا يؤذن لها إلا وأنت في المسجد ازددت قربا من الله، فقلت اللهم بلغني أن أبكر إليها قبل الأذان. فإذا وفقت لذلك قل اللهم بلغني أن أكون من المرابطين فأنتظر الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط ألا أنبئكم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال كثرة الخطى إلى المساجد. الله أكبر. محو الخطايا ورفعة الدرجات جاءت فيه هذه العبادة الجليلة الكريمة، كثرة الخطى إلى المساجد، وإسباغ الوضوء على المكاره، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط كلها في الصلاة. الثلاث كلها في الصلاة. إسباغ الوضوء على المكاره هذا في الصلاة في طهارتها، فمعناه أنك ستكون من السعداء الذين غفرت ذنوبهم ورفعت درجاتهم، جعلنا الله وإياكم منهم. إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة حالة الكمال. فإذا وفقت أنك تدخل المسجد فقل يا رب وفقني أن أكون في الصفوف الأول، أن لا تصلي وراء ظهر إنسان ما أمكنك. إن استطعت أن تبلغ الصف الأول فقل يا رب لا يسبقني إلى الصلاة أحد. كان عبد الله بن مسعود يدخل إذا دخل المسجد يوم الجمعة رأى 3 سبقوا، قال 4 ورابع 4 ليس ببعيد وخامس 4 ليس ببعيد. فهذا يدل على أنهم كانوا يتمنون أنه يدخل المسجد وليس فيه أحد. لا يزال العبد يتقرب إلى الله بهذه الوسيلة حتى يعلو إلى الدرجات العلى في الصلاة. فإذا رزقت الصف الأول سألت الله عز وجل من قرارة قلبك ألا يجعلك أشقى المصلين. تدخل المسجد من اليوم تجعل في نفسك هذا الشعور، أن تدخل المسجد وكان لسان حالك يقول يا رب لا تجعلني أشقى عبادك، اللهم اجعلني أسعد عبادك في هذه الصلاة، تحمل همها. تصور لو صلت أمة في مسجد فكنت أقربهم إلى الله. تصور إذا صليت في المسجد وصعدت صلاتك ففتحت لها أبواب السماء، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، فتعجل إلى ربك بالأعمال الصالحة، تحاسب نفسك. فإذا دخلت المسجد ووفقت إلى الصف الأول إلى التبكير تسأل الله من كل قلبك يا رب ارزقني الخشوع في صلاتي، أن يرزقك الله تدبر القرآن. فإذا استفتح الإمام القرآن فقال الحمد لله رب العالمين بفاتحة الكتاب، عشت هذه السورة العظيمة التي والله الذي لا إله غيره ولا رب سواه لو جلسنا من هذه الساعة إلى أن ينبلج الفجر ما أدركنا ما فيها من المعاني الجليلة العظيمة التي جمعت التوحيد بجميع أقسامه، توحيدا لله في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته. تأخذ بمجامع قلبك إلى الله، تدخل إلى الصلاة مهموما مغموما، بمجرد أن تقول الحمد لله رب العالمين تنقشع عنك الهموم وتذهب عنك الغموم، وإذا بك في عالم غير العالم الذي كنت فيه. جنة في الدنيا قبل جنة الآخرة، جعلت قرة عيني في الصلاة، قرة عيون الموحدين، قرة عيون الخاشعين، قرة عيون الصادقين، قرة عيون المعظمين لإله الأولين والآخرين، قرة عيون قربهم ربهم إليه. هؤلاء هو القوم الذين ربما دخل الواحد منهم مرقع الثوب
مزري الحال، لكنه عند الله بمكان، لو أقسم على الله لأبره. الصلاة بكل ما تعنيه هذه العبادة الجليلة الكريمة، أن تستشعر ما فيها، ومن الآن تحاسب نفسك. كل صلاة تصليها تقول أين مكاني، وثق ثقة تامة إذا أردت الخشوع في الصلاة والقيام بحقوقها. إذا حسبت هذه النفس الأمارة بالسوء، كل ما صليت نظرت أين مكانك في صلاتك، وأنك كل ما زلت تتقدم إلى ربك وحالك إلى الأصلح، فاعلم أنك قريب من رضوان الله عز وجل. إذا وجدت أنك كل يوم ينعم الله عليك فيصلح لك حال في الصلاة وتقترب من الله أكثر، تتألم وينفطر قلبك لو أذن المؤذن ولست في المسجد، تتألم على فوات الصف الأول، تتألم على آيات قرأها الإمام ولم تتدبرها، تتألم إذا لفظ لسانك ونبست بشفتيك آية من كتاب الله وأنت لم تستشعر معناها. تحاسب نفسك حسابا شديدا في هذا الأمر، لأنه قيام حياتك وسعادتك، لا يزال خيرها وبرها عليك حتى تفتح عليك أبواب الرحمات، وتسير من أقرب الناس إلى الله بعلو الدرجات وغفران الذنوب والسيئات. إن من عباد الله من صلى وزكيت صلاته وكملت حتى تسلم منها فخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. إن من عباد الله من صلى فوصله الله، علم الله من قلبه من قرارة قلبه أنه صادق في موقفه بين يدي الله، فما سأل الله إلا أعطاه، وما استعاذ به إلا حماه وكفاه. دخل خائفا فسلم آمنا، واسترحم ربه فكان مذنبا فسلم من صلاته مغفورا مرحوما. ومنهم واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. اللهم اجعلنا من الخاشعين. الله أكبر، إنها لكبيرة، تحتاج إلى جهاد، تحتاج إلى مجاهدة. أي دنيا هذه الدنيا التي صرفتنا عن ملك الملوك، أف وتف وتبا لها من دنيا. أي مال وأي بنون كان معك حينما كنت في ظلمات ثلاث. ربك يسألك الخشوع بين يديه، يسألك أن تتدبر، أن تتفكر في الآيات، فتأخذك التجارة وتسوقك العمارة حتى تخرج من الصلاة بلا شيء. اللهم إنا نعوذ بك من هذه الخسارة. هذا حال الخسارة. إذا رأت عيناك، إذا أردت أن ترى بعينيك رجلا خاسرا في دينه، فانظر إلى من ضيع صلاته. الله في هذه الصلاة كل يوم تحاسب نفسك، بل في كل صلاة تصليها تحاسب نفسك. فإذا حاسبتها تأمل رحمك الله إذا أصبحت تصلي ولست راض عن صلاتك، فينظر الله إليك بعد الصلاة وقلبك منكسر ولسان حالك يقول يا رب أضعت من الصلاة ما أضعت، فاجبر كسري وارحم ضعفي وافعل بي. فيحبك الله، يحبك. إذا اعتذرت من الذنب قبل المعذرة. كن صادقا مع الله، تستحي من الله في حقه، هذا حق ملك الملوك وإله الأولين والآخرين وديان يوم الدين. إنهم السعداء، إنهم الأولياء الأتقياء الذين ناجوا ربهم وذلوا بين يدي الله، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. لا يزال هؤلاء الراكعون الساجدون الذين زكاهم الله من فوق 7 سماوات، وذكر عباده بما أعد لهم من المكرمات، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. إن المحافظة على الفرائض يسهل قيام الليل، يسهل كثرة الصلوات. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. أوصيك بالدعاء، أوصيك بتعظيم أمر الصلاة وقدر الصلاة. أوصيك بالأخذ بالأسباب التي تعينك على الخشوع من احتقار الدنيا وتعظيم الآخرة.
وأوصيك بقصر الأمل، لأن الله تعالى يقول: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وكأن سائلا سأل: من هم الخاشعون يا رب العالمين؟ قال: الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. أكثر الناس خشوعا وأتم الناس خضوعا من أكثر من ذكر الآخرة، الذي يكثر من زيارة القبور والتدبر والتفكر في حالها وحال أهلها، الذي ينظر إلى حقارة الدنيا وحقارة أهلها، كيف أنهم عزوا وبزوا وارتفعوا، ثم جاءهم الموت فأخرجوا منها كيوم ولدتهم أمهاتهم. إنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون هنا كما يقول أئمة التفسير، الظن هنا بمعنى اليقين، أي يوقنون يقينا لا شك فيه ولا مرية أنهم إلى ربهم راجعون. نعم، إذا أقمت تفكرت دائما في ساعة خروجك من الدنيا، وتفكرت دائما في ساعة دنوك وإدلائك لقبرك، وتذكرت دائما وأنت موسد في لحدك أن هذه الصلاة نور لك في اللحود وأمان لك يوم البلا والدود، وأنها قربى لك إلى الرحيم الودود. عندها تخشع بقلبك كاملا وتفر إلى الرحيم الودود فرار الصادقين، فرار الخاشعين. إنه الخشوع الذي لا يأتي بالتشهي ولا بالتمني ولا بمدح النفس ولا بالغفلة عن النفس، ولكن يأتي بالمحاسبة والمجاهدة بعد توفيق الله جل جلاله، وكثرة الدعاء وسؤال الله أن يهب العبد قلبا خاشعا. وقل كما قال نبي الأمة ورسول الرحمة بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه: الرحمة المهداة والنعمة المستاه. قل اللهم إني أسألك قلبا خاشعا، وقل كما قال: اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع. اللهم إنا نسألك الخشوع فيها، وأن ترزقنا قلوبا خاشعة وأعينا من خشيتك دامعة. اللهم ارزقنا الإخلاص لوجهك وابتغاء ما عندك. اللهم املأ قلوبنا باليقين بك والتوكل عليك وتعظيمك حق تعظيمك إله الأولين والآخرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين.